هي ده نوع من الثقافة بتاعتنا. احنا ثقافتنا في مثلا في السودان المرأة تقبل انه تيجي عليها ضرة، والمرأة تزوج زوجها. هذه ثقافة إسلامية وليست هي إسلامية. لا معلش، هي إسلامية قبلية. لكن احنا قد نكون متمسكين. يعني أنا حصل خناق بيني وبين الأخوات المصريات. أنا أقبل لأنه زوجت أبي وزوجي يتزوج صديقتي، والآن أنا متواصلة معاهن عادي. يعني مثلا في ظروف المرأة إذا كانت زوجت أبي والآن لدي 4 من الإخوان أفتخر بهم جدا. زوجت أبي. زوجت أبي أيوة، ولي 4 من الإخوان أفتخر بهم جدا. وأمك موجودة؟ أمي موجودة الله يرحمهم، الآن كلهم راحوا. بس أنا حسيت إنه بابا لسه كان في شبابه ولسه ممكن يكون عنده أولاد. وأمك موجودة وهي خلاص حست بنفسها، يعني دخلت في الزوم بتاعنا كبرت. فليه أنا أحرمه؟ زوجت أبي والآن لدينا 4 من الإخوة أفتخر بهم لأنه يحملون اسم أبي. وهذه عادات هذه يعني ليست خصوصية. هي لا خصوصية للسودان. خصوصية عندنا مثلا في غرب السودان عندنا قبيلة معينة اسمها الفور. المرأة بتزوج زوجها الأولى والثانية يتفقوا مع بعض، وتيجي الثالثة يتفقوا مع بعض ويوزعوا الأدوار بيناتهم. في وسط السودان مثلا في الخرطوم لا يوجد. المرأة في الخرطوم تغار على زوجها وما تقبل إنه تجيها برا، قد تنتحر وقد تموت وقد تشنق نفسها وقد. لكن احنا عندنا في غرب السودان انا زوجي تزوج من صديقتي، لن اعترض. عرفتي؟ وفرحتي. عندنا مثلا الرجل ايوه فرحت، ما خلاص جابت ولد لبناتي اخ. ما شاء الله. ايه المشكله؟ يعني احنا عندنا الرجل في نفس المنزل. لا كل واحد في حاله، بس خلاص يعني انا بقبلها. يعني الرجل عنده مال كنت وعنده تتمنين علم. ايوه لازم يكون عنده. لا اتمنى ذلك. اتمنى انه يكون عندنا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اني مكاثر بكم الامم. كيف يكاثرهم من غير الزواج والانجاب؟ بعدين عندك ظاهره العنوسه، كيف نحارب ظاهره العنوسه؟ في تعدد الزوجات. لازم تعدد الزوجات، بدل ما يتزوج في السر احسن يتزوج علنا.